ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشرح لكم تحديث 4.4 والخواص اللي موجوده جوه اللعبه وكل حاجه وشرحها. بس ما تنساش قبل ما نبدا تعمل لايك المتين والاشتراك وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا في شرح الحدث. تلاقي كده لما بتيجي تنزل المود بتلاقي المكان ده، بتروح تفعل البرج ده، واول ما يعدي الدقيقتين بالظبط او Not a دقيقه problem. بيفتح الصندوق وبيطلع لك لوت حلو جدا. تمام. طبعا ده Awesome. الصندوق وهنيجي نفتحوه دلوقتي بعد ما الدقيقة عدت، وهنشوف الحاجات اللي هتطلع لنا من الصندوق. زي ما انتوا شايفين، انا عشان طلعت Please من recall الدايرة me. بتاعته ودخلت تاني فالصندوق مرضاش يفتح، فهيعد Marked الوقت a تاني من location. اول Got وجديد. it. لازم تفضل واقف في المربع ده Got لغاية it. ما الوقت ينتهي. تمام. هنستنى دقيقة كمان ونرجع لكم تاني نشوف هيطلع لنا ايه في الصندوق. Well done. Awesome. لا تطلق لا تطلق. عندي لوت مرة حلو. زي ما انتوا شايفين كده طلع لنا اللوت ده وطلع Please لنا recall الجوزة من me. الصندوق. Please تمام. recall me. معانا هنا زي ما انتوا شايفين تحت كده ايه الجناحات. هنجربوا برضو الجناحات معاكم واوريكم تستخدم ازاي وايه الخاصية دي. اول خاصية معانا هي خاصية الجناحات اللي هتطير بيها فوق. يلا بينا نبدأ. Nice. وهنا بتحدد هتطير على انهي اتجاه وبتبدأ تطير. يبدأ التحكم بتاعك لما بتوصل لفوق، يعني ممكن وانت طاير كده تحود يمين او شمال، لكن تتحكم تحكم كامل مفيش. لكن لما توصل للنهاية بتاعتها ويبدأ الجناح يحمر زي ما انتوا شايفين، تقدر تتحرك بيها يمين او شمال وتنزل بيها. هنا هي Please ما فيهاش، مش recall هتطير me. تاني، انت يا دوبك بتطلع لفوق خالص وبتنزل لتحت. بس هي مفيدة جدا الصراحة لو عايز تخش زون، فهي مفيدة في الحتة دي، او عايز ترفي صاحبك او اي حاجة من زي دي. لكن التحكم بتاعها صعب شوية، لكن ممكن يعملوا تحديث بسيط يعدلوا فيها I'm طريقة recalling التحكم. a ونبدأ teammate. نخش على الخاصية التانية ونشوف هي بتاعت ايه. بيبدأ في أول ربع الوقت كده يظهر لك العلامة اللي أنت شايفها دي، وأقول لك دلوقتي هنروح هتودينا فين ولا هيحصل معانا ايه. خليك معايا. Watch out. Got it. زي ما انتوا شايفين كده بتبدأ تطلعنا المدينة اللي فوق. لازم تقتل الوحش ده عشان تقدر تاخد اللوت بتاعه. وبعد ما يموت بتاخد الحصان أولايموس. ده بعد ما يموت بيبقى مرافقك في الأرض تحت، يقدر يرفك، يقدر يضرب لك الأعداء. فليه مميزات كتيرة الصراحة. بس عشان تطلع تاخده لازم يكون معاك واحد على الأقل. زي ما انتوا شايفين أنا مت معاه، ملحقتش أكمل معاه حتى. فلازم تقتله وتاخد الأولايموس منه، اللي هو الحصان اللي بيبقى شبهه، بيبقى ماشي معاك على طول في الجيم، يرفك، يقتلك عدو كده نفس الكلام. بس ده بالنسبة لأولايموس. ننزل نشوف الخاصية التانية وهي هتكون ايه. وزي ما انتوا شايفين كده دي الخاصية التانية اللي انا بقول لكم عليها، وهوريكم ازاي تستخدمها وايه المفيد فيها. جميلة جدا، دي من الحاجة الأحسن في التحديث بالنسبة لي، وهوريك دلوقتي ازاي تستخدمها. نلوت بس كام تلويته كده ونخش نجربوا الخاصية دي. بص يا سيدي، انا دلوقتي جمعت هي اخرها 2. تقدر تنط وتطير بيها زي ما انت شايف، وبتديك سرعة في الجري. ولو حابب تطلع فوق اي مبنى تنط نطة وتتك عليها زي ما انت شايف كده. طلعنا على المبنى اللي فوق بسهولة خالص، ومفيدة. تقدر تخش تفايت بيها، تهرب من فايت، تخش الزون، تنط من بيت لبيت زي ما انت شايف كده. فالخاصية دي جميلة جدا، وبتديك سرعة بعد لما بتخلصها على طول. فدي من الحاجات الجميلة جدا في الخاصية دي. وده بس كان الفيديو بتاع النهارده. متنساش بقى تعمل اللايك المتين والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ومتنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وكده يكون وصلنا لاخر الفيديو. سلام.